خليك في الانمي على الدغري بحي الالغاز. مين فينا ما بيحبش الالغاز؟ مين ممكن بيقضي الوقت عليها في الجرايد كل اسبوع علشان يحل مع الشرطه ويعرف مين القاتل؟ مين اللي ما كانش بيستنى حلقات المحقق كولومبو علشان يعرف مين سرق الشرشوبة سميحه اللهلوبه؟ مين فينا ما طبقش بالليل على محقق كونان علشان مبهور بذكائه وبيستنى يعرف من خلاله مين القاتل اللي عمر ما في حد فينا توقعه؟ طب لو لسه ليك في الالغاز يبقى مكانك معانا علشان تحل الغاز القتل وتشاهد روم في كشف الجريمه. قصتنا النهارده اسمها رونو كاندان سويري، وبتحكي عن المحقق رون الفاشل الموقوف عن العمل اللي بيرجع لقسم التحقيق بالصدفه علشان يساعد محقق فاشل وبيخليه اشهر واهم محقق في المدينه بعد ما حل كل جرائم القتل اللي حصلت. ما تيجي نشوف يا دحيح. بتبدا القصه في قسم الشرطه ومديرة التحقيق بتحاول تعرف ايه سبب جرائم القتل المستمره اللي بتحصل بعد ما اكتشفوا موت الضحيه الخمسه، وكانت كل حالات القتل بتحصل بنفس الطريقه، وده بيأكد ان القاتل هو شخص واحد. وبتطلب بعد المدير من المحقق يشكي انه يروح لانه عديم الفايده ومش هيفيدهم باي حاجه، وبدل ما يسيب لهم مشاكل يروح احسن على الرغم من اعتراضه وتريات زملائه عليه. وبيروح يشكي لعجوز اسمه كيكو شغال في شرطه العاصمه وبيحكي له على اللي بيحصل له. وكيكو نصحه يحاول يحل قضيه القتل المستمره ولكنها كانت صعبه على اشكي بسبب انه ما حدش قدر يوصل للقاتل لحد دلوقتي. ولكن كيكو بيبلغ اشكي ان في واحد بس هو اللي يقدر يوصل للقاتل، وبيكون محقق شغال في اداره مبنى السكني بجانب شغله في التحقيق. وتاني يوم بيروح له اشكو بيكون مستغرب ازاي واحد محقق ناجح وفي نفس الوقت شغال في اداره مبنى سكني. ولكن لما بيقابله بيكون رون فاقد الامل في كل حاجه بتحصل حواليه ومليان اكتئاب، وساب الشرطه وبيطلب من اشكي يمشي بعد ما حل شخصيته وعرف من شكله ولبسه انه كان في المعبد امبارح. وبيتعجب اشكي انه قدر يعرف كل ده عنه وبيعرف وقتها انه الوحيد اللي هينفع لقضيه القتل المتسلسل. ولكن رون بيرفض يشتغل معاه او حتى يديله مهارته في التحقيق. ولكن وقتها مديرة التحقيق بتتصل باشكي وبتبلغه ان في قضيه قتل السادسه حصلت ولازم يروح لها بسرعه. وبينجح في الاخر اشكي انه يقنع رون بانه يروح معاه ويساعده مهما كلفه الامر. ولما بيوصلوا للضحيه بيقدر يحلل رون كل حاجه حصلت وبيعرف ان القاتل غرق في مكان معين على الرغم من ان المكان اللي اكتشفوه ما فيهوش اي مكان لميه كبيره زي نهر او بحر يقدر القاتل من خلاله التخلص من ضحاياه. وعرفوا انه كمان القاتل سرق الضحيه قبل قتله، والكلام ده حصل مع نفس الضحايا الخمسه اللي قبله. ونجح رون في انه يعرف حتى القاتل على الرغم من ان الشرطه بقى لها اكتر من 9 شهور ما تعرفش اي حاجه. وبيستغرب جدا اشكي من مهاره وقوه ذكاء رون الكبيره اللي عمره ما شاف زيها. ورون بيخلي اشكي يتشيك وبياخدوا المكان حلاق علشان يحلق هناك، والحلاق بيستغل غسله لشعره علشان يقدر يخنقه في حوض الغسيل بتاعه. وقبل ما الحلاق يخنق اشكي بسبب الميه بيجي رون بسرعه وبيقفشه. وقتها رون بيحلل كل اللي حصل وبيعرف انه بيستغل مهنته في انه يخلي الزباين يتكلموا معاه عن حياتهم، ووقتها بيعرف انهم اغنياء ومعاهم فلوس وبالتالي بيقدر يعرف الزباين الغنيه ويسرقها وياخد فلوسها. وده بيكون عن طريق الميه اللي بيغسل بيها شعرهم اللي بتكون من غير اكسجين، وبسبب ان الشامبو بتاعه بيحتوي على ثاني اكسيد الكربون فاول ما الشخص يشم هوا بيغمى عليه على طول. وده بيفسر للضحايا ما كانوش بيحاولوا يقاوموا اللي بيقتلهم قبل الموت. وبيتكلم لهم مع الجاني قبل ما حاول يهرب من فوق السطح وفضل يخليه يندم على اللي عمله بكلامه اللي كان بيسم البدن لحد ما قرر الجاني ينتحر ويرمي نفسه من فوق السطح. ولكن اشكي نط وراه بسرعه وقفش في جزمته لحد ما انقذه، ولكنه بيقع معاه بعدها. بس بيجي رون بعد ما فهم من الغفله اللي كان فيها وبينقذهم الاثنين وبيقدروا يقبضوا على الجاني القاتل. وبيعرف بعدها اشكي ان سبب طرد رون من قسم الشرطه هو مرضه على الرغم من انه بيحل كل القضايا بنسبه 100%، ولكنه ما بيقدرش يقبض على اي حد فيهم لانه بيخليهم ينتحروا ويقتلوا نفسهم بسبب كلامه اللي بيضحي ضميرهم ويحسسهم بالندم. وبيتفق بعدها رون مع اشكي ان اي قضيه تقابله يجيله وهو هيحلها ليه على طول وهيخليه اهم وافضل محامي في المدينه كلها وهيثبت مكانه في قسم التحقيق بعد ما يقبض على كل الجناه. بعدها بنعرف ان رون اتخرج من اكاديميه بلو بتاعه المحققين وكان اهم وافضل محقق في الاكاديميه، ولكنه اتطرد منها بسبب ان كل الجنات اتقتلوا بعدها في ظروف غامضه جدا والشبهه راحت عليه وحصل ان هو اللي بيقتلهم وطردوه من الاكاديميه. وبسبب اللي حصل منعه من انه يحقق في اي قضيه ولا هيقتلوه، وعلشان كده بلغ رون اشكي انه من دلوقتي هيكون هو المحقق اللي بيحل القضايا ظاهريا وهو هيساعده من غير ما حد يعرف اي حاجه عنه. وتاني يوم فعلا بتحصل جريمه قتل تانيه وبيعرف فيها اشكي، ولكن اماميه رئيسه
المتحقق بترفض تاخد معاه اشكي وبتسيب له ملف فضائيه ملهاش لازمه يحقق فيها، ورون بلغه انه هيخليه اهم محقق في تاريخ المحققين. واول قضيه تافهه الاشكي كانت عن فلوس اتسرقت من حصاله في البيت، وخد رون وراحوا هناك وقابلوا البنت اللي هناك علشان يعرفوا منها اكتر عن اللي حصل، وعرفوا انها عايشه في البيت لوحدها مع اختها. ولما كانوا في البيت لاحظ رون ان مجوهرات اختها موجوده زي ما هي وما حدش سرقها على الرغم من سرقه فلوس البنت اللي قدامهم، وطلبوا يشوفوا بصمات البنت الصغيره على الفلوس ولكن ما طلعش لها اي بصمات. وبعدها راح اشكي مع رون لمكان جريمه القتل اللي راحتها اماميه، واول ما شافت اشكي اتعصبت عليه لانها طلبت منه ما يجيش وراها، وبتتفاجئ بدخول رون، ورون بيعرف ان اشكي هو اللي هيحصل على القضيه دي، ورون بيبلغ اشكي كل حاجه حصلت، وبيتكلم اشكي بيعرفوا ان الاخت الكبيره هاجمها امبارح واحد وهو القاتل حاليا لحد بيتها، ولما دخلت تجري البيت ما لقيتش قدامها غير الحصاله تضربه بيها وعلشان كده اتكسرت، وبسبب ضربتها مات. وعلشان تخفي اداه الجريمه راحت اشترت حصاله تانيه، وعلشان كده الفلوس اللي كانت جواها كان عليه بصماتها بس، والجثه خدتها في شنطه السفر بتاعتها ورمته في الحديقه جنب النهر. ووقتها اشتغل مرض رون وطلب من الاخت الكبيره تنزل تغرق نفسها في النهر، وفعلا جريت رمت نفسها ونزل اشكي ونجح في انه ينقذها، وقبضوا عليها وعلى كل اللي حللوا اشكي وتاكدوا منه طلع حصل باعتراف الاخت الكبيره. وعلى الرغم من ان اشكي نجح في انه يحل القضيه الصعبه، ولكن اماميه رئيسه المحققين كانت مخنوقه منه ومش طايقاه بسبب انه كان جايب صاحبه ودخلوا مكان الجريمه دون اذنها. ووقتها كانت اماميه بدا يعجبها الواد رون، ووقتها في الاكاديميه بلو سمعوا باللي حصل وبلغ المديره ايمي بكل حاجه عن رون، وانه في اشتباه انه رجع يمارس مهنه التحقيق من تاني، وقررت ايمي تفتح تحقيق في حقه لانها مش هتسمح لحد يموت بسببه تاني، وعينت مدير التعقب في القضيه بتاعته ويكون مسؤول عنها علشان يتاكدوا من المعلومه اللي وصلت ليهم ويعرفوا هل رون فعلا رجع من تاني ولا لا. وبيروح رون يتسوى ويجيب اشكي يدفع له تكلفه الفلوس لانه مفلس ومعهوش جنيه من زمان، ووقتها بيتدبس اشكي في 68,000، وبيفوز رون بجايزه يا نصيب وهي انه يروح مع اشكي لينبوع الساخن علشان يستمتعوا بالجو هناك. ومحقق بلو بيعرف في الرحله وهو بيراقبهم، ولما بيوصلوا فندق بيستقبلهم هناك العمال، وكان من ضمنهم محقق بلو اللي كان متخفف زي عامل. ووقتها لاحظ رون ان هم في الفندق ان في 3 مجموعات وصلوا، بس على الرغم من انهم اعلنوا ان موجودين هناك هيكونوا 4، وبالليل لما كان رون واشكي بيلعبوا بينج بونج الكره بتقع منهم من الشباك في النهر، وبيخرج اشكي مع رون علشان يرجعوها، وبتطلع على شخص الناقص اللي ما كانش وصل الفندق هي اماميه رئيسه المحققين. ولكن تاني يوم بيشوفوا مرات الراجل العجوز اللي في الفندق ميته في حمام السباحه، وبيتجمعوا كلهم عند جثتها علشان يحققوا في اللي حصل ويعرفوا سبب الموت وهل هي انتحرت ولا حد قتلها. وبعدها بيطلب من رون من اشكي في السر انه يحقق مع الناس علشان يعرف اللي حصل، وبيبدا اشكي يسال عن اللي كان صاحي امبارح في الوقت ده، وبيطلع محقق بلو اللي عامل نفسه عامل متخفي هو اللي كان صاحي امبارح طول الليل، والعامل بيقول لهم ان الوحيده اللي رجعت امبارح الاوضه بتاعتها كانت اماميه، وبعدها مرات الراجل رجعت اوضتها هي كمان، وبالتالي كان بيشك في اماميه، خصوصا ان طريقه موت الضحيه نفس الطريقه اللي ماتت بيها بنت ايام زمان في القصه الاسطوريه لينبوع الماء الساخن. ولكن اشكي منعه من الكلام لانها الرئيسه بتاعته. ولكن بيجي رون وبينقذها وبيبلغهم ان مش اماميه هي اللي قتلت، واللي قتل واحد من اللي واقفين وسطهم حاليا، وان مغادرتها للمكان مش هو السبب القتل النهائي، وبلغهم بانه هيكشف مين القاتل. ولكن صدمهم وعرفوا من اللي قال الكلام ده هو اشكي، وبيتصدم محابله لانه كان على بعد خطوات من انه يمسك برون، وان نجح في انه يخلي اشكي يبلغهم من غير ما يقصد درون ان المحققه اماميه قالت امبارح انها جت هنا للفندق وهي ماشيه وما ركبتش التاكسي، وبالتالي ما عرفتش قضيه الموت الاسطوريه الخاصه بالبنت ايام زمان. واتكلمت واحده منهم انها امبارح وهي راجعه لاوضتها شافت ضباب كتير بيطلع من النهر، وهنا اماميه شكرت اشكي على انه انقذها من الاشتباه في جريمه القتل، وبلغته بسبب انها كانت من المشتبهين فما ينفعش تتولى هي التحقيق، وهنا قررت هو اللي يمسك القضيه. وكان مبهور جدا اشكي انه اخيرا نال اعجابها، ونجح اشكي في انه يعرف ان سبب الموت كان سكته قلبيه بسبب التنقل بين السخونيه والبروده فجاه، وهنا حاول محقق بلو انه يتسلط عليهم، ولكن كان عارف رون بكل حاجه بيخطط ليها محقق بلو، وضرب الحيطه وسبب في اصابه محقق بلو. وبعدها اشكي تاكد انها جريمه قتل، وبلغ باقي الموجودين انها مش مجرد سكته قلبيه، وانه في جريمه قتل حصلت، وبلغوا ان القتل كان يعرف المرض المزمن اللي عند الضحيه، وانه جوزها اللي قتلها لما غير ميه النهر الساخنه للميه البارده، وبعدها استغل ضعف نظر مراته وعمل فخ ليها عند اول الحمام الساخن، خلالها طاع في الميه، وكمان وقع ورا شجره كتير علشان يدل على الجريمه عن طريق قصه الاسطوريه الخاصه بالينبوع الساخن. واعترف جوزها انه عمل كده علشان بيحب واحده تانية وعاوز يتجوزها، وكان شايف ان بموتها كل حاجه تكون احسن مع عشيقته، وكلهم كانوا مبهورين باشكي جدا. وبعدها محقق بلو خطف رون وربطه على شجره، وصاحب هناك اشكي علشان يحقق معاه بعد ما عرفهم بنفسه، ورون عرفوا انه جاي علشان يعرفوا انه هو لسه بيحقق ولا لا، وانه عرفوا شخصيته لما كانوا لسه في الماركت.
وانه جاي هنا مخصوص مش علشان يخليه يعترف انه لسه بيحقق، ولكنه جاي علشان يشوف مهارته ويطلب منه يساعده في انه يكون محقق كويس. وبيكشفوا بيعرفوا حقيقته اللي جاي علشانها، وبيضعف محابله وبيعترف بكل حاجه. وطلب منه ان نديله مهارته في الاستنتاج والتحقيق علشان يقدر يكتشف لغز عيلته المفقوده من زمن كبير. ولكن رون بيرفض، بس بيستضعفوا كتير محابله وبيطلب منه يساعده مقابل ان هو كمان يساعده ويقف جنبه. ونجح اشكي اخيرا انه يقنع رون في انه يساعده ويشتغل معاهم ويساعدهم في حل الالغاز اللي بتقابلهم الخاصه بجرائم القتل. ولكن اشترط رون عليه انه الاول لازم يكسب ثقته علشان يكون معاهم، واتفقوا على كل حاجه. وتاني يوم المحققه اماميه بتبلغ اشكي بعد ما كسب ثقتها ان في تحقيق مشترك يتم ما بينهم وما بين عين الصاري كواسيمي بسبب ان جرائم القتل اللي كانت بتحصل في محافظه اتشي حصل زيها هنا في مدينتهم. وكان مبهور جدا اشكي انه هيقابل عين الصاري كواسيمي اللي بيكون صاحب اعلى معادله حل لجرائم القتل المسلسله في هيئه التحقيق كلها. وقتها بيدخل عليهم عين الصاري كواسيمي وبيبدا التهذيب فيهم كلهم بسبب اللي مش قاصص ضفره، واللي مش حالي شعره، واللي مش رابط كرافتته كويس، واللي نظرته مغطيه بالبصمات، لحد ما وصل اشكي وبلغه انه فاشل وما ينفعش يكون محقق ابدا. وحاول يعمل نفس الكلام مع اماميه ويهزقها، ولكن اماميه وقفته عند حده وبلغته انه الهبل اللي بيعمله مع اي حد ما ينفعش معاها ابدا، وطلبت منه يلتزم بحدوده بدل ما تشقه. وبعدها اتحرك مع ايشي ومساعده لمسرح الجريمه علشان يحققوا في اللي حصل. وبعدها بيقبل عين الصار الكواسيمي بوجود رون مع صاحبه اشكي. ولما رون بيعرف انه يكون عين الصار اتعصب وصمم يفوز عليه في القضيه وقرر ينافسه. وقفشوا مع بعض المساعد بتاع عين الصار علشان يعرفوا منه معلومات اكتر عن القضيه. والمساعد بلغه ان القتل سميناه جامع الايدي بسبب انه بيقتل ضحاياه بطعنه في القلب وبعدها بيقطع ايديهم وبياخدها، ومحدش فاهم ولا عارف هو بيعمل ليه كده. وعرفوا منهم شاكين في واحد وكانوا بيطردوه امبارح مع بعض، ولكن قدر يهرب منهم بعد ما ضحك على المساعد بتاع عين كواسيمي. وسمعوا من هنا عين الصار وبلغوا منه هو اللي لازم يقفل القضيه دي، ونصحوا اشكي يبعد عن القضيه لان القاتل استحاله يظهر قدامه ما دام هو عارف شكله. ولكن كواسيمي بلغهم على استحياء ان المقتول حاليا قدامهم هو ده اللي كانوا قبضوا عليه امبارح. ولكن عرف رون ان كواسيمي بيكذب على اشكي وخلاه يعترف انه ما كانش موجود وقت ما القاتل هرب منهم، وان كان المساعد بتاعه بس اللي موجود. ولكنه قرر يكذب علشان في زرار من كم مساعده ضاع، وعلشان يحميه ويمنعه من الشبهات قرر يكذب. وإشكي كان مبهور بيه لانه بيحاول يساعد ويأمن صديقه. وبعدها محابله بيتصل بإشكي وبيبلغه انه حاليا في شقة المقتول وان شقته كلها فوضى، وان الثلاث ايدين مقطوعين قبل كده موجودين عنده في الثلاجة، وبالتالي هو الوحيد اللي ينفع يكون القاتل اللي بيدوروا عليه. وبعدها رون خد إشكي على جنب وعرف كواسيم انه لما يرجع يحقق في القضية ويحل اللغز. ولما رجعوا اتكلم إشكي وبلغهم ان المقتول حاليا هو فعلا القاتل اللي بيدوروا عليه، وانه حاليا اتقتل وايده اتقطعت علشان يتهموا ان اللي قتله يكون جامع الايدي، وان القاتل هو اللي قتل نفسه لانه حس انه خلاص اتقبض عليه بعد ما عرفوا وشه. وان بما ان مساعد كواسيم مع عين الصار هو اول واحد اكتشف وجود القاتل لما حصروه في المصنع، فهو اللي قرر يقطع ايده. وبينهار هنا مساعد عين الصار الكواسيمي وبيعترف بكل حاجه عملها علشان يداري على الجريمه. وانهار واتصدم كواسيمي من اللي سمعه بعد ما عرف ان المساعد اللي هو اقرب واحد جنبه هو اللي قام بالعمليه دي. وتاني يوم بيشتري رون تلفزيون وبيتفرجوا عليه على برنامج لوسيط روحي في مواجهه طبيبه اللي كانت مصابه اصابه كبيره، وبيختار الوسيط الروحي واحد من الجمهور علشان ينفذ عليه خدعته. ولكن الطبيبه اكتشفت خدعته وان اللي مشارك من الجمهور يكون تبعه وهو اللي كان معاه في نفس البرنامج اللي فات. ولكن الوسيط حاول يخليهم يصدقوه وكتب على اللوحه كلمه الموت علشان ينفذها للي بتتم عليه التجربه ويتاكدوا ان قدراته حقيقيه في التحكم بالاشخاص. ووقتها بيقع شخص على الارض وبيموت وكل الناس بتتصدم من اللي حصل وبيقرروا يطلبوا الشرطه والاسعاف. وإشكي ما بيكونش مصدق اللي شافه مع رون وبيتحركوا لمكان الحادثه. ولما وصلوا هناك حاول رون يعرف من الوسيط الروحي اللي كان اسمه تورغاي ازاي قتل شريكه، وتورغاي بلغه انه قتله بالقوه الروحيه اللي عنده وما ينفعش حد يعاقبه او يقبض عليه لان ده علم ومصرح ليه بيه. وبعدها بيروحوا يتكلموا مع الدكتوره اللي بتبلغهم انها فحصت الجثه وسبب الموت طلع سم، وكان عباره عن سم عصبي يسبب له شلل، وتحديدا سم افعى السمكه المتنفخه او سم بوليتولينوم لانه اتصاب بازمه قلبيه قبل ما توصل الاسعاف على طول. وبعدها بيطلعوا بس مباشر من تاني وبيبدا إشكي يشرح اللي حصل علشان يحل الحادثه بتاعه الموت ويثبتوا ان تورغاي قتل الشخص من غير اي قوه روحيه وانما قتله بسم بوليتولينوم القوي. وبدا إشكي يمثل اللي حصل مع الدكتوره وبلغهم ان تورغاي وقتها عكس كل الموت علشان تظهر كلمه سليب. ولما نام المساعد وسمع كلامه وكله افتكر ومات. اتسلل تورغاي بينهم وحقنه بالسم الموجود في قلمه. وهنا ضعف تورغاي وقال انه قتله لان المساعد قرر يفضحه ويعرف الناس اللي بيعملوا مش حقيقي، فكان لازم يقتله علشان يتخلص من تهديده. وهنا رون سلمه القلم وطلب منه يقتل نفسه. وقبل ما تورغاي يقتل نفسه جري بسرعه إشكي ومنعه
وخد هو الابره المسمومه بداله، ولكن تورغاي بلغهم انه مجرد قلم، وان كان معاه قلم من واحد مسموم اللي بعيد على الارض، وسن القلم الحقيقي هو اللي طعنه. يعني كده ما اتصابش اشكي ولا حاجه. وبيخلص هنا الجزء الاول، وانتظرونا في الجزء الثاني. دمتم سالمين، سلام.